بطولة الخليج التي تعود مرة أخرى للدوران. هذه البطولة في الدوحة بعد أن كانت آخر بطولة في الدوحة أيضا عبر هذه المسابقة. ليلة من يحسم فيها اللقب، ليلة من يحقق فيها الانتصار. آخر بطل كان المنتخب السعودي، هل يكرر هذا الإنجاز ويحقق اللقب للمرة الثالثة اللي يبحث عن فرحة للشعب العراقي في مباراة اليوم؟ هذه محاولة خطيرة، الله 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 الله. وفي مرمى المنتخب العراقي، شوف هذه الكرة، شوف عباس فاضل في هذه اللعبة الخطيرة، وحيدر عبد الكريم. قادمة المقامة في المملكة العربية السعودية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام، ستكون غير مؤهلة نعم للألعاب الأولمبية القادمة. كرة من ابرز النهائيات نعم ما بين المنتخبين، او من ابرز المباريات اللي كانت حاضره ما بين المنتخبين. مهند عبد الرحيم كان صاحب الانتصار، هدف الانتصار في ملعب استاد السيب. هنالك في سلطنه عمال المنتخبين كانوا يمتلكوا جيلا مميز واسماء رائعه جدا واسماء رنانه كانت حاضره على ذلك النهائي الكبير. كره تنقل عاليه طويله الى الامام، طريق يوسف الامام بجانب كاظم رعد، طويله الى الامام بالراس لفارس الغامدي، يعود بالكره للخط الخلفي، خروج لحامد عبد الله يوسف، يلعب كره عن جديد عاليه طويله الى الامام للطرف الايمن. وينه هذا؟ عباس او هذا احمد عايد عدى احمد عايد امام هزازي، وتسديده موجوده وحامد عبد الله يوسف. احمد عايد في هذه الكره، احمد عايد، هذه التسديده في هذه المحاولة، يحاول عايد، عدى عايد، هذه لعبة خطيرة، هذه ممكن العراقي على أحمد عايد مع غياب أموري فيصل. شوف هذه الكرة، حامد عبد الله يتصدى، حامد عبد الله، هذه كرة هدف. لؤي وصل متأخرا بعض الشيء، وأحمد عايد أراد الزاوية البعيدة لكن أغلق. كرة تصل من جديد بعد الشهري، ياتي الايطالي الحاضر في مباراة اليوم سعد الشهري اللي كان موجود برفقة المنتخب السعودي، الويغو دي باغيو اللي قاد المنتخب الايطالي تحت 20 عام وتحت 21 عام. ودي باغيو وقت الموهبة لا تحتاج الى وقت، اللمسة الأخيرة امام مرمى الحارس حامد عبد الله يوسف. هذا حارس المرمى حامد عبد الله يوسف. من عودة لفريق المدرب عمادي محمد، عم استمرارية على نفس الأداء للمنتخب الأفضل في هذا اللقاء. تماس من الناحية اليمنى، يأتي هذا الهدف الثالث إما للمنتخب العراقي وإما للمنتخب السعودي. هدف أول للمنتخب العراقي بأن يكون، وهدف ثالث للمنتخب السعودي. نقترب من نصف الساعة الأولى لمجريات هذا الشوط الثاني، نقترب من نصف ساعة لمجريات هذا الشوط الثاني، والأداء وال20 دقيقة الأخيرة أيضا لمجريات هذا الشوط الثاني. يا لو كأس الخليج تحت 23 عام، نعم الاتحاد الخليجي لكرة القدم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لمتابعة هذه المواجهة في ملعب 974. كرة تعود للخط الخلفي، أفضل استعداد تصل لشاهين القريشي، هزازي، وغادرت الكرة إلى ركلة ركنية. الشتاء في الدوحة ما عاش، نعم، واللي ما جرب الليالي الباردة في الدوحة شكلت ذاكرة الخليج والعرب. والمنتخب السعودي البطل على مستوى نسخة 2022 في أوزبكستان، وذكريات العراق في عام 2013 هنالك في سلطنة عمان. وعندما نتذكر ثمة الدوسري ينقل كرة باتجاه هنالك حامد عبد الله، وصلت الكرة إلى فيصل الصبياني، مان هزازي يتواجد باليسار. نحن على مستوى هذه المواجهة وعلى حضور بطولة الخليج وعلى حضور الأداء الكبير بحول الله. نعم هنالك في البصر